بالوصية مع مين؟ معايا انا هي. وما فتحتهاش من يوم. الله يرحمه بقى. خلي بالك احنا في زمن العزوة فيه دلوقتي احسن من التفرقة. لو انتوا مع بعض هتعملوا احلى شيء. ايوه بس انا عايز حق برضه. مصمم اللي احنا نفتح الوصية. العزوة احسن من الفلوس العزوة واحسن من حلوة الارض. العزوة مش حلوة احسن من العزوة. ممكن نلغي دي وتبقوا مع بعض. رايح فين؟ رايح لاخوك. رايح له ليه؟ يا عم اشوف عاوز حاجه يا عم في الارض اساعده يا عم. حاجة ايه يا عم؟ يلا اطلع عشان نروح نشوف هنبيع الارض ديت ولا يا عم هنعمل اخوك فيها ايه؟ تعبان يا عم. تعبان يموت. يلا يا عم نبيع الارض. ايه يا اطلع. عم ده؟ هتعوز حاجه؟ انت ما رحتش درس ليه يا ساي؟ معلش النهارده. النهارده اجازه؟ اه. طب ما فيش حاجه، ده حاجه بسيطه كده، ما بعملش حاجه. لا اعمل حاجه معاك. لا يا حبيبي الله يعينك، ما بعملش حاجه يا حبيبي. لا اعمل حاجه معاك. لا خليك انت في مذاكرتك. ايه اللي جابك لا. هنا انا؟ عشان قلت لك روح. لا انا جيت اساعد اخوك الكبير. تساعده في ايه؟ ولا اساعده في ايه؟ انت ما بتعملش حاجه. احنا يا عم هنبيع الارض ديت يا ونشوف عم كل واحد ولا فيها ايه. منك ولا اخوات تشرف. يا عم مالك هنبيع وماله يا عم؟ هنبيع الارض ونشوف هتبيع كل ايه؟ انت واحد عايز فيها تفرتكها. ايه. انا عايز اعلمه زي ما علمتك. كل واحد ياخد حق. اعلمه زي ما علمك، زي ما علمتك، واكبره زي ما كبرت، واجوزه. ايه يا عم انت قاسي ليه يا عم؟ سيبنا في حالنا كل واحد ياخد حقه. يا عم. حق مين؟ مش هو هناكلك، حر فيه. مش هناكلك. اديله حقه وهو حر فيه. انا اخوك الكبير، ما تعلي صوتك. علي صوتي. لا ما تعلي صوتك لا هعلي. يا لهوي. يا عم، ما تعلي صوتك بقول لك. الحقني يا عم محمد، اخواتي هيموتوا بعضهم فوق فين؟ الارض. انا هطلع لهم على العمده اللي اخوك الوسطاني دي ما يسمعش الكلام خالص. والله احنا لو اجتهدنا وزرعنا ارضنا حلو هيبقى فيه اكتفاء كلام ذاتي. العمده الونش واخواته ماشيين في بعض في الارض، يموتوا بعض عشان مرات ازاي يا ولد؟ زهقانين على بعض، يموتوا بعض هناك والدنيا ملمومه فين يعني في الارض النهين؟ في الناحيه القبليه. يا غفير جعيدي، اطلع في التو واللحظة تجيب الونش واخواته هنا، قول لهم كلموا جناب حضرة العمد. حاضر. حدي اقعد انت جنب مني، امسك حاضر يا ايه سياده كده. العمده. طب ولو ما رضوش يجوا معايا يا عمده؟ يجوا بالقوة. حاضر يا حضرة العمده. خلص يا غفير. هادي المشاكل وهادي اللي بيحصل في البلد، فاكرين ان العمودية سهلة. الادب انا هاخد حقي. مش هسيبك. بس يا ابني مش هسيبك يا ابني. اهدى بقى انت وهو. تعالى تعالى يا علي. غصب عني. تعالى يا علي. تعالى بس. العمده عايزكم. تعالى بس يلا عشان في قعده. العمده عامل لكم قعده. يلا تعالى ورايا. يلا وانت بس يا عم. سيب المكنه يلا. ده في امن وامان في البلد. شد يا عم البتاعه دي. امال احنا بنلعب. يلا يلا. قوم لك اهو حضرة العمده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا غفير جعيدي، هات القياس وفروشه هنا. وانا قعدهم يا عمده؟ عشان خاطر الإنسانية لازم الجلسة تبقى واخدة راحتها يا غفير جعيدي. حاضر يا عمده. مفيش حاجة سهلة، لازم برضه تعامل امسك يا ونش. المواطن بتاعك بما يرضي الله. ايه لفها. لفها. ما انت جاي تتضايف. عمال تتخانق لي بره انت امسك لي واخواتك. بقى من الشمسية دي يا غفير جعيدي. حاضر يا عمده. خش شويه كده يا حبيبي. ماشي. خش شويه كده يابا. انا هحترمك عشان العمده. ماشي على دماغنا انت وحضرة العمده. يا غفير جعيدي، قبل ما افتح الجلسة، في حد فيهم عسلك معاك وهو جاي؟ مفيش الا الونش وفقعته ولا من وشلوتين وجبته. واول ما قلت له حضرة العمده قال لي خلاص مش هقدر اتكلم. تسلم يا غفير جعيدي. انت يا ابني ايه حكايتك؟ انا عايز حق يا حضرة العمر. في ايه؟ في الارض وفي البيت وفي كل حاجة. ومن مين؟ حقك من مين؟ من اخواتي. تمام، ما اسمعلكش نفس. ماشي. اتكلم انت. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ابويا الله يرحمه كتب لي الوصيه وموصينا على الاثنين دول اللي هم اخواتك. اخواتي. تمام. دي كبرته واتعلم واتجوز،
اتعلم في وجود ابوك الله يرحمه ولا ابوك كان توفى؟ لا كان توفى. توفى في انهي مرحله؟ توفى هو في الابتدائي. في الابتدائي. الابتدائي دنتني معاه لحد ما تعلوا صوتك يا ونش، ما انت كان حسك زي الجرس هناك وانتوا بتتخانقوا. دنتني معاه لحد ما اتعلم وخد الشهاده وجوزته. تمام. بس ما بيعبرنيش من يوم ما اتجوز ولا بيجي ارض ولا بيجي حاجه، كل اللي عليه انا عايز وعايز يبقى الارض، عايز يفشكلها عن بعض. تمام. وانا اخوه الصغير ده هو عايز اعمل معاه، اكمل معاه زي ما كملت مع ده. تمام. ده عايز نفسي ويخلع ملوش دعوه. فعلا ابوك توفى وانت في الابتدائي؟ حصل. تمام. وجه دلوقتي وعاوز حقك؟ ايوه عايز حق. تمام. وانت يا ابن اخوك عامل معاك ايه؟ ما بيخليناش محروم من حاجة. بيضربك؟ لا. تمام. والجدع اخوك دي بيضربك؟ اه. تمام. بيزعله كتير. طيب الوصيه مع مين؟ معايا انا هي. حلو. وما فتحتهاش من يوم. الله يرحمه بقى. خلي بالك احنا في زمن العزوه فيه دلوقتي احسن من التفرقه. لو انتوا مع بعض هتعملوا احلى شيء. ايوه بس انا عايز حق برضه. مصمم اللي احنا نفتح الوصيه؟ العزوة احسن من الفلوس العزوة واحسن من حلوة الارض. العزوة مش حلوة. احسن من العزوة. ممكن نلغي دي وتبقوا مع بعض مش احسن وتشتغلوا من على بعض. العزوة. كله قاعد حر يا ابو الحاج. ده اخوك الكبير وانت امشوا مع بعض وتشوفوا مصلحة اخويا بعض. الكبير على دماغي بس يعني أنا عايز نعتبر حق. هو اللي رباك وهو اللي علمك عمدة. وهو اللي جوزك. يعني نفتح ماشي. الوصيه؟ يا عمدة آه. افتح وتوكل على الله يا عمدة، ده كانوا بيموتوا في بعض يا عمدة. السنه دي مش هسيبه يا عمده، الصغير ده انا مش هسيبه برضه. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ايه يا عمده؟ لا اله الا الله. لا اله إيه؟ الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا عمدة في ايه يا عمدة؟ لا اله لا، الا الله. كده ظلم. محمد يا رسول عمدة. الله. كده ظلم. ايه يا عمدة؟ استغفر الله العظيم يا رب. كده ظلم. كده ظلم خلاص والله العظيم يا جناب العمده. كده ظلم. كده ظلم وده خالص في عشان العيال الجرايد. الصغير. ايه يا عمدة؟ كده لا ظلم. اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده؟ ما اسمحش نفس. لا حول ولا قوة الا بالله. أنت ما حاولتش تفتح الوصية دي خالص؟ لا كانت امانه. كانت أمانة. اه. يعني ما حاولتش تفتحها خالص؟ لا. طب اسمع يا ابني. وبعدين بقى ما اتعلمتش. الوصية دي مكتوب انتوا لكم 6 فدادين. اه. ال6 فدادين دي المفروض كل واحد له ايه؟ اثنين. 2. ايوه. 2 لده و2 لده و2 لده. حصل. صح؟ صح. الوصية ما بتقولش كده. امال بتقول ايه؟ الوصية بتقول على ابن هنا. 3 فدادين هنا و3 فدادين هنا. انت مش مكتوب لك لان انت مش اخوهم. مش اخوهم. مش اخوهم يا غفير جعيد. لا حول ولا حق قوة ظاهر. الا بالله. حق ظاهر يا اولاد. ما اسمعلكش نفس انت بالذات. ماشي يا حضرة العمر. فانا مش عارف يا حاج مجدي اعمل ايه يا ابني. بالعربي انت مش اخوهم. ابوك كان بتبنيك. الوصيه بتقول ان انت مش اخوهم لان انت كده ابوهم كان بتبنيك. عارفين اللي انت كبرت ده بعد ما مات ووفرت على الارض. وفرت الارض بعد ما مات الاب والوالده وحافظت عليهم. بس دي مش عارف بقى انا اعمل ايه. انا في حيره. ما تحضرنا يا حاج مجدي. لا ريحها في نومته يا عمده. ريحها في نومته يا عمده. شرع ربنا يقول ايه؟ شرع ربنا. اه. هو شرع ربنا المفروض اللي مش انا بصراحه جه لسه بيقول انا اللي بمجوز الواد ومساعد معاهم في التعليم وبيكبر في يعني ده. هو اللي مربيهم. مش أيوة مكتوب له يا عم، حاجه. هو اللي مربيهم. يعني دلوقتي ممكن تبقى بالود كده ايوه. تتنازل له لاخوه. كل واحد منكم يتنازل له على فدان ونتساوى تاني كل واحد فدانين. لا يا حضرة العمدة. انا مش اقعد يا عم ولع انت. سيجارة يا عم. ولا سيجاره في المجلس. اقعد. ولع سيجارة. وريني يا عم السجاير دي. لا. اقعد إيه يا مفيش عم؟ سجاير. اقعد. ماشي. ايه دي؟ شوف الدجيل عاوز يولع السيجاره وانا موجود. ينفع كده يا حاج مجدي؟ لا، ما اقعد. ماشي. ينفعش. يعني
مش كبرك؟ مش وقف معاك بعد ما مات الاب؟ وجوزك ولا ما جوزكش؟ جوزني، بس الورق اللي معاك ده فيه ايه؟ الورق يا عم في اللي فيه. فدادين. ايوه انا مش هديله. تمام، خلصت على الكلام ده. ايه رايك يا حاج مجدي؟ شرع ربنا. شرع ربنا. شرع ربنا. وانت يا ابني؟ انت راضي يا ابني بالكلام ده؟ لا انا هدي لاخويا التلات فدانين بتوعي وهبقى معاه، أنا مش عاوز اسيب. تمام لا يا عمده، هم باسمه زي ما هو، انا هربيه وانا مش عايز منه حاجه. تمام. طب وانت يا ابو عاطف؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. اخوه الكبير ده تعب عليهم وشقي، لازم له في الارض. لازم له في الارض. لازم له في الارض، عشان ده ابوه مديله وصيه، وعشان خاطر اخوه الصغير. بس هنا الوصيه بتقول بس للصغير والوسطاني دي مش اخوه. انا عندي كلمه يا حضره يا جدعان. العمده. اتفضل انا عندي كلمه يا حضره العمده. اتفضل. الوصيه تنفذ. الوصيه تنفذ. الوصيه تنفذ. طب انا هنا غفير جعيدي. وهنا برضو في حاجه، ها. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طب هنا في حاجه يا جناب يا غفير جعيدي. اتفضل يا عم. انا دلوقتي في حيره بين الانسانيه وروح القانون. اتفضل. دلوقتي القانون بيقول ان انا انفذ الوصيه وادي لكل واحد الثلاث فدادين، وهو اخوهم الكبير ملوش اللي حاجة. تعب مع الصغير والوسطاني، تعب معاهم في التعليم وفي جوازهم. التربيه وجوزهم اللي هو ملوش حاجه. قدام مين اللي انا انفذ الوصيه؟ ولكن بروح الانسانيه، بروح اني كبني ادم، اللي اني قد كل واحد فدانين على الاقل هو تعب معاهم ووفر اللي الارض ما تضيعش هنا وهنا وكبرهم. بس اللي انا هقدر اعمله ترفع الجلسه لحديت ما نروح دار الافتاء تفيدنا في المشوار ده، ننفذ الوصيه ولا ما ننفذهاش. كده صح. رفعت الجلسه. ما شاء الله.